اول ما بيحصل ازمه وسعر الذهب بيقع، الناس بتتقسم اتنين، ناس زعلانه وناس مبسوطه. ايه الفرق بينهم؟ خلينا نشوف. النوع الاول دايما باصص على سعر الذهب، واي نزول فيه بيحس انها نهايه العالم، ويفضل يحزمن على اللي قال له اشتري، ويقول يا نهار ابيض واللي حصل وشفت السعر وانا خسرت. وبعد شويه على طول بيجري يبيع الذهب معاه حتى لو هو خسران، يقول لك مش مشكله، الخساره القريبه ولا المكسب البعيد. والشخص ده ضحيه حاجه اسمها كولكتيف بانيك، بياخد قراره بمشاعره ومش بعقله، وللاسف بيخسر. ونخش بقى على النوع التاني. الشخص ده بيشوف الازمه او الهبوط ان الذهب ببساطه عليه سيل، ويلا بينا ندخل نشتري، وبيسأل نفسه كام سؤال. هو الذهب ده يعني خلص مش موجود تاني من الكوكب؟ هل الذهب ده مش نادر ومش هيعلى سعره تاني؟ وبيبقى فاهم ان النزول ده وراه زيادة تانية، لان هو اكيد عارف ان الذهب استثمار طويل الاجل، والمهم ان هو يبقى عنده النفس انه يستحمل النزولة دي ويشتري فيها تاني. دايما الفرصة في نزول الذهب ان انت كل شوية تشتري وتعمل متوسطات اقل من اللي قبليها، عشان اول ما يزيد ولو زيادة بسيطة يعوضك مكسب على طول. الفرق ما بين الاتنين هو في المايند سيت. الاولاني فاكر ان الذهب ده لازم بيزيد في خط مستقيم وما ينفعش ينزل، انما التاني فاهم ان السوق لازم يطلع وينزل، وان الفرصة بتجيله وقت ما الذهب بينزل، لان ده تصحيح واكيد الذهب هيطلع تاني وهو كده كده كسبان. ولو انتوا فاكرين انا دايما بقول لكم الكلام ده، وقت ما الذهب ينزل ده مش وقت بيع، الناس كلها بتجري تبيع وانا بقول لكم بلاش، ده وقت تشتري وتعمل متوسطات. وبس كده. اكتبوا لنا في الكومنتس انتوا انهي نوع من دول، الاولاني ولا التاني؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.